لوريال نزلت مجموعة الجلايكوليك أسيد الخاصة بالعناية بالبشرة، وأخيرا نزل سيرم مرخص نعرف نجيبه من غير ما نفضل نلف حوالين نفسنا على منتجات مش موجودة في السوق عشان جواها جلايكوليك أسيد. في الحلقة ديت هتكلم على مجموعة لوريال الخاصة بالجلايكوليك أسيد، السيرم وكريم النهار وكريم الليل. هنشرح التركيبة وهنشوف هل فعلا الوعود اللي هم بيقولوها لنا إن التصبغات بتختفي في أسبوعين حقيقية ولا لأ، وبرضه هنقول أسعار ونرد على أهم الأسئلة دليل كامل زي ما احنا متعودين. فاللي ما يعرفنيش انا دكتور نادية، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدأ. مجموعة جلايكوليك برايت من لوريال بتتكون من 5 منتجات. أول حاجة الغسول، تاني حاجة السيرم وكريم الليل وكريم النهار، وأخيرا الماسك، ولكن الماسك لسه منزلش مصر. خلينا نتكلم عن أهم واحد في المجموعة وطبعا هو السيرم، لأن السيرم جواه جلايكوليك أسيد بتركيز 1%، وبيوعدنا إن في خلال أسبوعين الدارك سبوتس هتقل جدا أو التصبغات هتقل، وطبعا بيدي نضارة فورية ومتجرب من أطباء وبينصحوا بيه. خلينا نشوف هو بيوعدنا بإيه بالظبط. أول حاجة إن البهتان بتاع الجلد بيروح، الخشونة بتروح، بيدي إشراقة فورية، وطبعا الدارك سبوتس أو التصبغات بتقل كتير. النتيجة الفعلية أول لما بنستخدمه هو الإشراق، وبعد أسبوعين الدارك سبوتس بتقل، وأخيرا بعد 4 أسابيع الجلد بيرجع للونه الطبيعي. خلينا نشوف دلوقتي مع بعض أهم حاجة في التركيبات اللي موجودة في المجموعة دي. وبعد لما شفنا النتائج المتوقعة من استخدام مجموعة الجلايكوليك برايت، خلينا مع بعض نشوف التركيبة. طبعا من الاسم احنا عارفين ان المادة الفعالة الأساسية في السيرم او في المجموعة دي هيكون الجلايكوليك أسيد، والجلايكوليك أسيد حقيقي مميز جدا ان انت تضيفيه في السكين كير روتين بتاعك. بنعتبره الحمض الصديق للبشرة المختلطة، وهو من أحماض الفواكه ألفا او ألفا هيدروكسي أسيدز، ومميز جدا عن بقية أحماض الفواكه ألفا ان هو يعتبر قوي، فعاليته حلوه جدا، جزيئاته صغيره جدا، فامتصاصه حلو، فبالتالي بيديك الاشراق والنضاره اللي انت مستنياه. ليه؟ لان هو طبعا بيعمل تقشير سطحي على البشره، فبيعمل على تجديد الخلايا، وبالتالي اكيد بيحفز الكولاجين بنسبه ما، فبيخلي بشرتك فيها نضاره، بيقضي على التصبغات، وكمان بيديكي التفتيح المطلوب. المشكلة هنا بالنسبة لي كانت في المجموعة دي هي التركيز. تركيز الجلايكوليك أسيد 1%، بصراحة ده تركيز ضعيف جدا وقليل جدا، وانا من وجهة نظري ان هو مش هيدي كل الفعاليات الخاصة بالجلايكوليك أسيد، خصوصا لو حد متعود يستخدم جلايكوليك أسيد بتركيزات عالية زي ما انا مثلا بستخدم ذا اوردينري، وهحط لكم الحلقة بتاعتها في الديسكريبشن بوكس. عشان كده تركيز ال1% ده بالنسبة لي ما كانش فعال قوي، ولكن لما بصيت على باقي التركيبة عرفت انها مميزة، وعرفت ان كل المواد الفعالة بتكمل بعضيها، وده اللي هيخلينا ناخد الفول افكت من السيرم بتاعنا. خلينا نتكلم عن تاني حاجه موجوده في التركيبه، وهي بجانب الالفا هيدروكسي اسيدز اللي هو الجلايكوليك اسيد، في كمان بيتا هيدروكسي اسيد وهي الساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد بتركيز قليل شويه، ولكن برضو يعتبر فايده حلوه ان احنا ناخد كل مجموعه احماض الفواكه من تقشير وتفتيح وازاله للتصبغات. ومش بس كده، لا كمان هو في انزيم تقشير انزيمي لطيف من ماده السلفونيك اسيد او الديريفاتيفز بتاعتها، ودي كمان حاجه مميزه جدا هتساعدك في تفتيح التصبغات. ونيجي لحاجه مميزه جدا جدا في التركيبه بتاعتنا، وهي ماده النياسيناميد. والحلو اللي فيه ان النياسيناميد موجود في ترتيب متقدم من التركيبه، وده معناه ان تركيزه كويس، يعني تركيزه مثلا من 2 ل 3%، ودي تعتبر حاجه حلوه قوي، وهتاخدي المزايا كلها بتاعه استخدام ماده النياسيناميد على وشنا. النياسيناميد بصراحه اي حد بيحطه في السيرم بتاعه ببقى عايزه اديه بوسه، يعني اللي هو فعلا الايفكتس بتاعته رهيبه وهايله، وانا دايما بتكلم عنها وما بينفعش استغنى عنه في الروتين بتاعي ابدا، لان النياسيناميد بيحفز الكولاجين، بيفتح البشره جدا، بيساعد على التقشير الخفيف، بيقضي على التصبغات، وبيدي النضاره المطلوبه. ميزه تحفه في التركيبه ان هم حاطين فيتامين سي. فيتامين سي في الصوره الحلوه جدا في الامتصاص، وهو الاسكوربيك اسيد، وبكده انت هتاخدي الفوائد الهائله بتاعت فيتامين سي كمضاد للاكسده وتفتيح البشره، وبيدي نضاره لو في شحوب في الوجه. ومش بس كده، بسبب التقشير وبسبب المواد الكتير اللي اتكلمنا عليها دلوقتي، اكيد البشره ممكن يحصل لها نسبه جفاف، عشان كده موجود في التركيبه هيالورونيك اسيد في صوره الصوديوم هيالورونيت، وده اصغر جزيء هيالورونيك اسيد البشره بتمتصه، فبتدي الامتلاء المطلوب. ومش بس كده كمان، لا حاطين جليسرين او نسبه من الجليسرين عشان يدي ترطيب بالبشره ويحافظ عليها من الجفاف. وعامه من اكتر الحاجات اللي بتفتح هي استخدام الهيدروكينون ومشتقاته، عشان كده ما نسيناهوش في التركيبه دي، وحطوا فيه ايثايل فينايل ريزورسينول. وماده الريزورسينول معروف انها هايله في موضوع التفتيح، لانها ببساطه زي ما شرحنا قبل كده تيروزينيز انهبيتور، يعني بتمنع انزيم التيروزينيز من ان هو يحول التيروزين لميلانين، ودول احماض امينيه موجوده
موجوده في البشره بتؤدي الى التصبغات. الميلانين لما بيزيد التصبغات بتزيد، وده موجود طبعا في التركيبه بتاعتنا بنسبه قليله شويه ولكن هتكون نسبه فعاله. وقبل لما نكمل الحلقه، عملت سبسكرايب ولا لسه؟ انا عندي مشكله ان ناس كتير قوي بتتفرج عليا ومش عاملين سبسكرايب، فبالتالي الشانل بتاعتي بتفضل صغنطوطه رغم اني بتعب قوي في الحلقات، لان انا عايزه كل الرجال والسيدات يتعلموا سكين كير صح. فبليز اعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير واكتبوا لي كومنت وتشاركوا القناه مع اصحابكم. وبعد لما شرحنا تركيبه السيرم، خليني اكلمكم على كريم النهار. بصراحه عامه في مجموعه لوريال انا عندي مشكله مع كريمات النهار بتاعتهم يا جماعه، لازم يكونوا شايلين منها ماده فعاله وحاطين فلاتر ضعيفه جدا للحمايه من الشمس. في الكريم بتاع الجلايكوليك برايت هم شايلين ماده النياسيناميد اللي انا لسه بقول لكم دي اهم حاجه في الحياه، مش عارفه ليه متشاله بس مش موجوده في الكريم بتاع النهار، وحاطين فيه فلاتر حمايه من الشمس بSPF 17 اللي هو يعني نعم اكيد مش هيحمينا خالص خالص. فلازم بما اني لسه قايله ان السيرم ده فيه ريزورسينول، لو انت هتستخدميه صباحا او مساء تاني يوم ما تستغنيش عن سان بلوك محترم يديكي حمايه كافيه عشان يمنع التصبغات انها تزيد، بالعكس يساعد السيرم انه يشتغل كويس. يعني ده معناه انا مش عايزاكم تستخدموا كريم النهار ملوش لازمه، خلينا نستخدم السيرم ونشوف بقى كريم الليل والتركيبه بتاعته. عكس كريم النهار، انا بحب كريمات الليل بصراحه بتاعت لوريال لانها بتبقى المواد الفعاله فيها مركزه قوي، واحنا بنحتاج حاجه زي كده بعد اي سيرم بنستخدمه، والكلام ده بينطبق على مجاميع كتير قوي في لوريال ان فعلا كريم الليل بتاعهم بيكون مميز. كريم الليل هنا في جلايكوليك برايت جواه نياسيناميد بتركيز عالي يمكن 3 ل 4%، وطبعا ده هيكون مفيد ليكي جدا انه يكمل معاكي الايفكت بتاع السيرم ويديكي النضاره والتفتيح المطلوب. فعشان كده كريم الليل نجيبه، كريم الليل احنا راضيين عنه الدنيا تمام. خلينا بقى نتكلم مع بعض عن اخر حاجه وهي الغسول. الغسول طبعا فيه مواد مقشره وفي فيتامين سي وفي جلايكوليك اسيد، فبالتالي هيكون مفيد جدا لاصحاب البشره المختلطه والدهنيه اكتر من البشره الجافه والعاديه، وطبعا وجوده مهم جدا عشان تكملي المجموعه العلاجيه. ونيجي للفقره المحببه الى قلبي وهي فقره الاسئله. انا مودي حلو النهارده يا جماعه، هشغل لكم اغنيه. واسالي من قلبك واسالي وانا جاوبه، واسالي من قلبك. نبدا مع بعض. بصوا، اول حاجه اول سؤال، هل هو مناسب لجميع انواع البشره؟ زي ما اتفقنا هو مناسب لجميع انواع البشره ما عدا البشره الحساسه، البشره اللي معرضه لاكزيما، لان هو فيه كحول وعطور، ودي طبعا ما بتكونش حاجه حلوه ان حد بشرته حساسه يستخدمها، لان هي ممكن تعمل له التهابات من المواد الفعاله دي. فبالتالي لا، هو ما بينفعش البشره الحساسه، ينفع للعاديه الجافه المختلطه الدهنيه، واكتر حد هيستفاد منها هو اصحاب البشره الدهنيه والمختلطه. تاني سؤال، هل هو آمن للحامل والمرضع؟ نو. ببساطة لأن احنا مذاكرين سكين كير كويس وعارفين إن مادة الريزورسينول ما ينفعش تستخدمها لا حامل ولا مرضع للأمان يا جماعة، عشان إيه؟ ما نقعش في مشاكل ملهاش لازمة. يبقى السيرمز أو المجموعة دي غير آمنة للحوامل والمرضعات. وتالت سؤال، ايه الترتيب بتاع استخدام المجموعة دي؟ طبعا زي ما اتفقنا بنستخدم الغسول وبعدين السيرم وكريم الليل، ومفيش داعي لكريم النهار، ولكن بنستخدم تاني يوم الصبح سان بلوك. السؤال اللي بعده، النتائج بتاعته بتبان في خلال قد ايه؟ انا جاوبتها في الفيديو الصغنطوط كده اللي كنت عاملاه في الاول. احنا قلنا في خلال اسبوعين التصبغات بتقل، وفي خلال 4 اسابيع اللون بيكون موحد تماما. ولاني بحب دايما الحلقات تكمل بعض، هحط لكم دلوقتي الحلقه الخاصه بيوسيرين السيرم بتاع التصبغات، وبعد لما تشوفوا الحلقه هتعرفوا انتم محتاجين ايه، لان انا دايما شرحاها برده بشكل بسيط زي ما انتم متعودين. وكمان هحط لكم اهم سان بلوك ممكن نستخدمه كمضاد لعلامات تقدم العمر وكمان مضاد للتصبغات. اتمنى ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، واشوفكم في الحلقه الجايه.